وكي دايرين ناصر الماء هي راه قال لك الحاجه اللي خلق الله عم البشر ما ينقصها واخا يعيا ما يجري. وفي هذا الفيديو ناصر الماء راه جينا نهضروا على المرض ديال الرنب اللي شلا ما بغاو يعرفوه. وهذا المرض ناصر الماء راه كيضرب الرنب وراه صعيب وراه كيعادي وصعيب على الرمال اللي كياكلوا الرنب في هذا المرض. وراه حنا خرجنا صيدنا وشدينا رنب مريضه كيف ما غتشوفوا في الفيديو، وتمالين سلاح راه شدوا الرنب وراه فيها نفس المرض. وغنخليكم مع الفيديو ديال موالين سلاك وديال موالين السلاح ناصر الماء. هاد الفيديو ناصر الماء راه خاصو تبارطاجا ضروري باش اللي يلقى هاد الرنب خاصو يدير الطريقه اللي غيقول السيد مول السلاح في الفيديو. وغنخليكم تكتشفوا هاد المرض وقولوا لينا اش كاين في الكومونتير. هنا ناصر الماء كان صباح الصباح وخرجنا صيدنا ونوضنا هاد الرنب وركبوا عليها السلاك وتشدت، ولكن شوف الحاله ديالها. وغنخليكم مع المرض اللي لقينا فيها. هذه درك من القدام ما تقولش جدري هذه صوري الفم صوري الفم في جدري ولا فين؟ ها الفم عبد الرحمن، انت الفم واسع عبد الرحمن، انت الفم راه حسن الوجود نضربوا بالموس راه جدري. وحق عرفتوا شنو هو هذا؟ والله الا قلعته صرنا جوج خطرات هو داخل سطاره كيضرب فمه مع السطاره. لا قال لك يضرب ولا فم ما تسالش هو الزرده عدواني راه ماركه روميه هذه في هذاك النفط ديال الغلم. هذا المونتاج فاش نقولوا اليوم تا خالي شنافر تلاق وري الاخر طار عاد شي عطس. هذا ماشي ضرب، هذا مرض. هذا مرض راقدين فيه. هذا مرض ماشي مرض. راه غنخليكم ناصر الماء دابا مع هذا الراجل اللي كيصيد بالقرطاس وراه شد هاد الرنب فيها نفس المرض. سمعوا اش قال، وراه قال اهم حاجه هي هاد الرنب ما خاصهاش تتكال، وراه شرح المرض ديالها. وتحيه ليه، وضروري ديروا البارطاج وقولوا لنا اش كاين ناصر الماء في الكومونتير. يا إخوان قناصة المغرب، تحية لكم. هذا واحد النوع ديال المرض اللي كيصيب الأرانب الخلوية، ما يسمى بالأرانب، يسمى بالدرجة المغربية الأرنب. هذه بحال الشكل ديال الجربة. الجربة كتقيسها في الفم وكتقيس في العينين، واللي كتسبب النفوق ديال ماشي غير عدد واحد، أعداد كتكون كبيرة. المرجو من الإخوان بحال هاد الحالات هادي في حالة ما اصطادوها ما ياكلوهاش وما يستعملوهاش الماكلة في الدار، لأنها حالة مريضة. من الواجب أنها تدفن أو تدفن في واحد يعني في عمق يكون كبير، أو تحرق نهائيا لتفادي أن هذا المرض هذا يعدي مجموعة ديال الأرانب الخلوية الأخرى. وتحية لكم جميعا، وموسم قنص موفق للجميع.